لم تكن صبيحة 15 من أبريل 2023 مجرد بداية لحرب، بل كانت محاولة لمحو وجود الدولة السودانية من خريطة الجغرافيا السياسية للأبد. في تلك الساعة لم يكن الرهان على السيطرة بل على الاجتثاث، حيث صممت خطة الساعة الواحدة لتكون ضربة قاصمة تقطع رأس الهرم العسكري والسياسي في مخدعه ببيت الضيافة. عدو والله خطير، عدو قدامنا ده والله صونا خطير. احنا نقصد ديانة ثقيلة. لو انكسرت تلك الفئة القليلة من الحرس الرئاسي في تلك اللحظات الحرجة لما استيقظ السودان الذي نعرفه أبدا، ولما بقي لنا وطن يجمعنا. ففي تلك الأمتار الفاصلة بين البقاء والعدم كان التاريخ يحبس أنفاسه خوفا من ولادة سودان غريب يقام على أنقاض السودان العزة، سودان تحكمه عصابات لا تعرف دينا ولا ذمة. لكان البديل هو دخول البلاد في نفق من الذل والهوان لا خروج منه. سودان تنتهك فيه الأعراض ويساق الأحرار فيه إلى مصائر مجهولة، وتتحول فيه مدن العريقة إلى إقطاعيات ممزقة يتنازعها قطاع الطرق. كانت الهزيمة حينها تعني الشتات للسودانيين وضياع الهوية الوطنية تحت حملات قذرة عابرة للحدود. هزيمة إن حدثت أصبحنا شعبا يبحث عن وطن في ذاكرة الكتب بعد أن خرب الجنجويد مجده التليد. لم يكن الهجوم على بيت الضيافة استكمالا لحرب بدأت شرارتها في موقع آخر، كان هو الحرب كلها، حيث يوجد القائد والقيادة والسيادة والسلطة والصولجان. لأجل ذلك أطلقوا الحمى وبراكين النيران. أكثر من 2000 عنصر من الميليشيا تقلهم 600 عربة عسكرية مجهزة بكامل تسليحها تحيط بالقيادة العامة وببيت الضيافة في دائرة جهنمية. انهمرت قذائف المدافع الرباعية والثنائية المضادة للطيران، والتي وجهت أفقيا تحصد الأرواح وتهدم الجدران. مئات القناصة توزعوا كالأشباح على قمم الأبراج المحيطة، برج الاتصالات، فندق السلام، والبنايات العالية قيد الإنشاء. قناصة حولوا كل ممر مكشوف داخل بيت الضيافة والقيادة إلى فخ للموت المحقق. وترافق ذلك تعطيل متعمد لأجهزة الاتصال كافة عبر تقنيات تشويش متطورة كانت بمعية الميليشيا التي اقتحمت بيت الرئيس في خطة أطلقوا عليها خطة الساعة الواحدة. وسط هذا الجحيم برز من خلف الغبار لودر ضخم يتحرك كوحش أسطوري مكلف بتحطيم قدسية المكان. لم يهدم السور الجنوبي فحسب، بل كانت الخطة تهدف لاستخدامه كجرافة هدم لأركان المنزل مباشرة فوق رؤوس من فيه. لكن يقظة فرسان الحرس الرئاسي جعلت من ذلك اللودر نعشا لسائقه، حيث اصطاده قناص من الحرس من إحدى الشرفات. توقف الوحش الحديدي في باحة الدار شاهدا على انكسار خطة الهدم الكامل للمبنى. وفي صمود أسطوري كان هناك 600 جندي وضابط برفقة الرئيس يدافعون عن وطن يدركون أنهم آخر حلقاته. هؤلاء الأبطال الذين جفت حلوقهم من الصيام وقد باغتهم العدو برسانة ثقيلة تتجاوز كل تقديرات العلم العسكري لمعركة كهذه.
تحولت غرف بيت الضيافة وممراته الخلفية إلى مسارح لملاحم إغريقية ومشاهد سينمائية قد يصعب تخيلها. قتال بالأيدي وبالسوك، اشتباكات من المسافة صفر، وعراك وقنص ودخان وغبار يملأ المكان. وفي وسط كل ذلك جاءت مشكلة الزي المتشابه والقتال تميزه المعرفة الشخصية، وسريعا انتشرت عصابات على جباه عناصر الحرس الرئاسي، فانتفضوا كأشرك ما يكون الفارس المقاتل في القتال.